بعد ما جهز الطبق عندنا تعالوا نجربه سويه. بس ركزوا لي على القرمشة. قطعة صدر دجاج تقريبا 200 غرام. بعدها نقطعها محضرة الطعام. نبدي ننزل قطع الدجاج بهذا الشكل. ناخذها نرجعها. شوف شلون ثرمت عندنا بهذا الشكل. بعدها نحتاج بقسم. الكمية اللي راح نضيفها نظريا يعني تقريبا نفس كمية الدجاج. ظل عندنا شوية، ليش نبقي حرامات؟ ننزله ونرجع نوديه. نرجع شوف شلون صار شكله. هسه نضيف البهارات. طبعا البهارات بكيفكم. انا راح اضيف نص ملعقة بصل بودرة، وثوم بودرة نص ملعقة، فلفل اسود هم نص ملعقة تقريبا، بابريكا نص ملعقة، كاري دجاج ملعقة. هاي بهارات دجاج يعني فرق بسيط عن الكاري. هم شوية نضيف، واخر شي رشة مال ملح. هسه خلطة اخيرة حتى يتجانس عندنا البهارات. وهذا الشكل النهائي صار عندنا. الريحة مال البهارات فشي. هسه نحتاج بايركس، زيت الزيتون، يعني شي بسيط نضيف على البايركس ونسوي بهذا الشكل. بعدها ننزل الخليط. بعد ما نزلنا الخليط نبدي نساويه وشوية ندتشه او نرصه، شو تسموها بكيفكم. هذا الشكل يعني شوية قوي دوسو، لا تخافون ما عليه اي شي. هذا بعد ما صار عندنا بهذا الشكل. شوف شلون صار. هسه نخليه تقريبا ساعة بالفريز الى ان يتماسك ونرجع لكم. بعد ما طلعناه من الفريز نجيب سكينة ومن الوسط، اهم شي سكينة تكون حادة، ونسوي اصابع. طبعا الحجم بكيفكم، صغار كبار كيفكم. بعد ما صار بهذا الشكل نرجع نخليه بالفريز الى ان يتماسك جدا، يعني اقل شي ساعتين 3 نخليه يلا نقليه. بعدها بشطل بهذا الشكل يطلع عندنا بهذا الشكل. ننزل. نجيب صحن، شوية فلفل، شرايح طماطة، شوية صوص. بعد ما جهز الطبق عندنا تعالوا نجربه سويه. يلا نجربه سوية. بسم الله. اهم شي التغميسة. بس ركزوا لي على القرمشة. ونرجع ونقول اكيد خرافية، لازم تجربوها. الف الف عافية. اهم شي تنسوا تحطون لايك، تعليق، متابعة، ومع السلامة.